كل سنة وانتم طيبين مع بداية العام الدراسي الجديد، مدارس ودروس وجامعات وسكاشن. السؤال الأشهر على الإطلاق: يا دكتور نعمل إيه ونتصرف إزاي؟ أولا، ممنوع بكافة السبل والطرق إن أنا أصحى من النوم وأنزل على الجامعة أو أنزل على المدرسة من غير فطار. لا طبعا، أنا هاخد الكونترلوك أو النيكزيوم أو دواء الوعدة بتاعي، ده هتكون البداية بيه، وأروح ألبس هدومي وأبتدي بوجبة الفطار بتاعتي بدون استعجال، واحدة واحدة وبالراحة. هجيب اللانش بوكس الجميل بتاعي وأكمل وجبة الفطار بتاعتي احطها فيه، او اخد وجبه كمان من النظام الغذائي بتاعي. وكمان هزود السناك اساسي وضروري معايا في شنطتي. ممكن اخد علبه زبادي خالي الدسم، ويا سلام لو كان اليوناني عالي البروتين. ممكن اخد كمان رايب لايت، او اخد زبادو لايت بدون سكر. وثمره الفاكهه الجميله، سواء واحده او 2 أو 3 على حسب النظام الغذائي بتاعي. المكسرات الجميله زي عين الجمل علشان الذاكره، واللوز والسوداني هتبقى بدايل صحيه جميله بالكميات اللي مسموحه لينا تبع نظامنا الغذائي. البروتين بار ممكن ان احنا ناخد منه، بس ناخد بالنا من سعراته ونسبة البروتين اللي يكون فيه، وكمان ما يكونش فيه سكر مضاف. ومع الاكل ما ينفعش ابدا ننسى المية البوتل الجميلة بتاعتنا اللي هتكون في شنطتنا، علشان دايما تفكرنا بالمية بتاعتنا، او نشتري اي ازازة. بس اساسي وضروري ان انا اشرب مية كويس جدا على مدار اليوم. لكن ما ينفعش بكافة السبل والطرق ان انا ابقى نازلة كده. هيحصل سيناريو من الاتنين: يا اما هفضل طول النهار من غير اكل تماما، وهتكون الحجة يا دكتور انا ما لقيتش حاجه ان انا اكلها ووقعت من طولي. او السيناريو التاني ان انا اروح القط وعك من الاكل بتاع الجامعه، الجانك فود، المقليات والمحمرات. الحقيني يا دكتور معدتي، ده انا رجعت، الحقيني يا دكتور ده انا تعبت. فبالتالي لازم يبقى اكلنا جاهز معايا، شنطتي فيها الوجبات بتاعتي، فيها السناك بتاعي، ابقى حاسبه وجباتي، ما اسيبش نفسي فتره طويله من غير اكل علشان ما اكونش مهبطه او تعبانه او مجهودي ما يقلش. كل سنه وانتم طيبين ودمتم دايما في صحه يا رب.